حسب آخر الأخبار الواردة من قطر، فالمنتخب المغربي في مواجهة المنتخب الفرنسي سيلعب بدون مركب نقص وبتشكيلته ونجومه المعتادين، باستثناء غياب واحد في محل الشك وهو قائد المنتخب غانم سايس. ومن المرجح أن يعتمد الناخب الوطني وليد الركراكي على نفس أسماء اللاعبين الذين خاضوا مواجهات دور المجموعات من نهائيات كأس العالم قطر، وسيدخل بالتشكيل الآتي: في حراسة المرمى ياسين بونو، في خط الدفاع نصير المزراوي، أشرف حكيمي، نايف أكرد وجواد لياميق، وفي خط الوسط سفيان المرابط، سليم أملاح، عز الدين أناحي، وفي خط الهجوم سفيان بوفال، حكيم زياش ويوسف النصيري. تابوناو في القناة باش توصلوا بكل جديد الأخبار الحصرية.